هاي عاملين ايه يا جماعة؟ النهاردة هاخدكم معايا نحضر فرح مصري لأول مرة في إيطاليا. متشوقة جدا الصراحة ومش عارفة هيبقى عامل ازاي، هيبقى زي مصر ولا لأ، وايه الأجواء والدنيا هتبقى عاملة ازاي. يا جماعة هاخدكم معايا النهاردة. في البداية متنسوش تحطولي لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس يوصلكوا كل جديد، وتسيبولي كومنت حلو. يلا بينا اوريكم هلبس ايه. هلبس دريس اسود صك وهيبقى عليه شميز ابيض على الهيلز ده مع الطرحة السوداء. حاسة ان الموضوع ممكن يكون باين غريب دلوقتي، بس صدقوني هتتفاجئوا. يلا بينا نشوف الاوتفيت. هاي يا جماعة لبست، هوريكم الاوتفيت بطريقة احسن بس لما اروح هناك. حاليا انا هوريكم الانبوكسنج الشنطة اللي انا هلبسها من البراند بتاعي يا جماعة. So، كده كويس. دي الشنطة بقى. هوريكم رحمة اختي هتلبس من عندي انا كمان النهارده. يا جماعة اختي هتلبس دي دلوقتي. دي ميني باج. هاي يا جماعة، يلا بينا نازلين رايحين الفرح دلوقتي. متحمسة. ده ماي اوتفيت، لابسة كعب. يلا بينا. وبعدين نزلنا ناخد اتوبيس ودينا القاعة. قاعدين اهو يا جماعة مستنيين الاتوبيس عشان نروح القاعة. كنا خلاص على شبه وصول وتقريبا شفت المكان وانصدمت الصراحة من شكل الناس. فضلت يا جماعة واقفين بره القاعة ساعتين 2 لما انا رجلي باظت، مبقتش عارفة امشي بالكعب خالص. ده شكل القاعة من جوه. هي مش قاعة بالظبط، لو تعرفوا ده مكان اثري جدا جدا في ايطاليا، وكانوا بيقولك ان زمان او الفترة دي بييجوا يصوروا فيه مسلسلات وافلام عالمية في ايطاليا. حرفيا ابهرت بالجمال المكان. بس هو المكان عامة تقريبا شبه كنيسة. وهنا بقى كنا دخلنا القاعة وكنت مستمتعة جدا جدا بالاجواء. مغرمة جدا بالاوتفيت والطقم، حرفيا جه صدفة كده. عاوزاكم تقولوا لي رأيكم فيه وتسيبوا لي كومنت كتير. وعايزه اقول لكم ان انا على فكره اللي مظبطه تصميمه الفستان ده. هو فستان اسود صك عادي وانا اللي عاملاه بالطريقه دي.
اهلا، هاي. النهارده تاني يوم بعد الفرح. عايزه اقول لكم يا جماعه ان بعد ما الفرح خلص كنا مروحين بقى متاخر، والجو والدنيا بقى كده، والواحد كان تعبان، فما قدرتش اكمل لكم الفيديو. بس جايه اديكم في الاخر كده زي ما شفتوا الفيديو كلته ووصلتوا لحد هنا، اكيد شفتوا الاجواء وشفتوا ماي اوتفيت. اكتبوا لي رايكم فيه في الكومنتات. فهديكم زي فيدباك سريع كده على الفرح. الفرح يا جماعه كانت حاجه فوق الخيال، حاجه اول مره تحصل في ايطاليا. ممكن بتحصل في ميلانو كتير، لكن البلد اللي احنا فيها دي غير. معمول في مكان سياحي جدا وقديم جدا في ايطاليا، تمام. احسن حاجه والله العظيم، احسن شعور بالنسبه لي مش هقدر اوصفه لكم، ومش هتحسوه الا لو كنتوا مكاني فعلا. شكل الاجانب وهم واقفين شايفين زفة العروسة وشكل العروسة وعاداتنا وتقاليدنا، واقفين فرحانين وبيضحكوا وماسكين التليفونات يصوروا ومستغربين، واكيد جواهم الف سؤال ايه اللي بيحصل ده. عملوا زفة واغاني عربية شغالة، دول المان وايطاليين مش فاهمين فيها اي حاجة. شوفوا نظرتهم يا جماعة، هتحسوا بكمية راحة وفرحة ان قد ايه احنا ديننا جميل، وقد ايه احنا حياتنا جميله، وقد ايه احنا عندنا حاجات كتيره حلوه قوي. من اول ما دخلت القاعه، او من اول ما الفرح ده بدأ لحد ما خلص، حسيت ان انا رجعت لورا، حسيت ان انا نزلت مصر. ما استوعبتش ان انا في ايطاليا الا لما طلعت من القاعه. انا هسيب لكم هنا فيديوز توريكم شكل الاجانب كانوا واقفين ازاي، وغير كده بعد ما دخلنا القاعه كانوا ازاي واقفين حوالين الازاز، لان ابواب القاعه كلها ازاز، وعمالين يعملوا كده عشان يشوفوا المنظر فوق الخيال. والله الفرح كان جميل وعشنا فيه وغيرنا اجواء كده شويه. بتمنى تكونوا انبسطتوا معايا بالفيديو. ولو وصلتوا لحد هنا بس تحطوا لي لايك وسبسكرايب، وتتابعوني على الاكونتات التانية في الاماكن التانية. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. عايزين نوصل ل1000 مشترك، حطوا سبسكرايب يا جماعه. واكتبوا لي افكار فيديوهات عايزين تصوروها. في فيديو حلو عندي متصور هينزل، بس مساحه التليفون مزهقاني، فلسه مش عارفه اعمل له مونتاج. بس كده كفايه رغي. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.